احنا شغالين على مشروع سوي اسمه بوابة الزمكان. مسلسل سليم في الزمكان. احنا فين يا جماعة؟ يا ترى انتوا فين دلوقتي وفي انهي زمن بس؟ شكلنا ضعنا في الفضاء انا وانت يا صوفيا. سمرة يا سمرة، انت فين يا ابني؟ انت رحت فين؟ مسلسل كرتون للأطفال. ايه ده؟ لا 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 لا، احنا مش في القبو السري. هو مش خلاص بنينا الهرم وحضرنا الافتتاح العظيم وبعدها صوفيا فتحت البوابه الزمنيه وشفطتنا والدنيا تنور وتطفي حوالينا زي كل مره؟ استنى بس يا سمرة، اهدى شوية خلينا نفكر في الورطة دي. انا مش عارف ايه اللي جابنا هنا. مش ده زمن البروتوكول اللي عليه الدور؟ المفروض اننا نتنقل لنهاية العصر الطباشيري بعد انقراض الديناصورات، لكن اللي واضح اننا لسه في العصر الجوارسي مع الديناصورات. وما ينفعش تتنقل لوحدك لان لازم كلنا نتنقل مع بعض، والزمن اللي نسيبه مش هينفع نرجع له تاني. أحداثه مختلفة ومشوقة. صلي على رسول الله. صوفيا، عاوز تحديد للزمان والمكان. شكلنا اتنقلنا منطقة مهجورة ولا ايه؟ لغاية اما اعرف حكاية سمرة وافهم منه وصل المنطقة صفر دي ازاي. هنعرف منه معلومات كتيرة عن الزمان والمكان. والدليل ان في نظريات كتير بتثبت الصفا وعبو الزمن. حضارة ايه دي يا صوفيا اللي قامت هنا من 80 مليون سنة؟ هذا ما سنكتشفه معا إذا بحثنا جيدا. نهاية العالم؟ وده اتنبأت بيه ازاي ولا مؤاخذة؟ صوفيا جهزي الجيوش واعلني حالة الحرب. انتظرونا ومسلسل سليم في الزمكان في رمضان، وكل عام وأنتم بخير. مستنيانا احنا؟ طب ازاي؟ ده انا لغايه من شويه ما كنتش اعرف اني هقابلكم اصلا.